السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وراحة بال يا رب. النهاردة مع بعض هنعمل البتنجان بطريقة حلوة قوي، من غير قلي، من غير زيت كتير. هنعمله باللحمة المفرومة بطريقة صحية هتعجبك ان شاء الله. هيطلع معاكي في منتهى الجمال والطعامة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه. انا معايا كيلو الا ربع من البتنجان. شلت القمع بتاعه اللي عليه، وهقطعه شرايح سميكة شوية متوسطة علشان تبقى متماسكة. لو رقيقة هتنشف معاكي وهتتحروق ومش هتبقى ماسكة نفسها. يعني خلي التقطيعة وسط، ولو اقل من كده سنة مفيش مشكلة. عاوزة اقول لكم انها طريقة سهلة جدا وبسيطة وجديدة، مش هنحتاج فيها زيت كتير وهتعجبكم ان شاء الله. تمام. خلاص كده هحطهم في بولة وهرش عليهم معلقة ملح صغيرة، وهقلبهم علشان الملح يختلط بالبتنجان كله بالشكل ده. هغطيه وهسيبه لمدة ربع ساعة علشان ينزل المية والمرارة بتاعته. وده البتنجان بعد ما اتنقع ربع ساعة ننزل كل المية اللي كانت فيه. هطلعه بقى في مصفى. شايفين المية اللي منزلها قد ايه؟ هي دي المية اللي لو فضلت في البتنجان بتخليه يشرب زيت كتير. احنا كده اتخلصنا منها. هاخد المية دي بقى وهدلقها وهشطف البتنجان وهرجع لكم تاني. وده البتنجان بعد ما شطفته وسبته شوية صفى من المية اللي عليه. هرجعه تاني في البولة وهنتبله. عندي طبق هضيف فيه معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، بتدي لون حلو وطعم حلو قوي. هقلب المكونات دي مع بعضها كويس قوي. بعد كده هاخد الخليط دوت وهضيفه على البتنجان. خلي الخليط على وش وظهر شريحة البتنجان. تمام. بعد كده هضيف 3 معالق زيت بس، وهقلب البتنجان علشان يشرب كله من الزيت بالشكل ده. بعد كده حضرت الصاج اللي هرص عليه البتنجان وفرشت عليه ورقة زبدة. هبتدي ارص عليه البتنجان علشان هدخله الفرن بالشكل ده. لو مش عاوزة تدخليه الفرن، هاتي طاسة ودهنيها بمعلقة زيت دهنة بسيطة كده، وبعدين رصي البتنجان في الطاسة وحطيها على نار هادية. هياخد حوالي دقيقتين ياخد اللون الذهبي، وبعد كده تقلبيه على الناحية التانية ياخد اللون الذهبي من الناحية التانية، وتخرجيه في طبق. الشرايح بعيدة عن بعضها مش فوق بعضها. وفي الرصة التانية هتعملي نفس الطريقة برضه، وما تخافيش مش هتتحروق ولا حاجة، بس عينيكي تكون عليه. خلاص كده رصيت البتنجان هدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الصاجة من تحت فوق النار، اللي فوق النار على طول. اول ما ياخد اللون من تحت لون ذهبي حلو نقلبه على الناحية التانية. تعالوا بقى نجهز